ايه اللي بيحصل في مدينة الفاشر السودانية؟ أسوأ حياة ممكن يعيشها إنسان في وطنه. شهور طويلة من الحصر والقتل الغير مبرر في مدنيين عزل. نهب ثروات السودان بدون وجه حق قايم على الحرب دي. اللي بيحصل هناك دلوقتي في الفاشر لأهلنا صعب أي حد يستوعبه. الناس لو ما ماتتش بسبب القتل الصريح بيموتوا بسبب الجوع والحصار. كلوا كل اللي ممكن ومش ممكن يتاكل، علف حيوانات وجلودها، غير التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب الكامل للنساء. قوات الدعم السريع أو ميليشيات الجنجويد أو الميليشيات الإماراتية زي ما أهلنا في السودان بيقولوا عليها، عينت واحد بلطجي شبههم اسمه عيسى أبو لولو بموافقة حميدتي. طب أبو لولو ده كان بيعمل ايه يعني؟ حميدتي أمر أبو لولو انه ينزل ينفذ حكم الإعدام في أي شخص يشمه بس انه كان بيوالي الجيش النظامي السوداني، حتى لو كان الشخص ده طفل مثلا أو سيدة، مش مفرقين، عادي بيموتوا أي حد. إعدام أكتر من 2000 سوداني مدني بدون وجه حق في يومين بس. اللي بيحصل هناك ده عمره ما كان حرب أهلية، ده تطهير عرقي ممنهج متعمد. طب مين المستفاد؟ ومستفاد ايه بالظبط؟ المستفاد اللي بيدعم قوات الدعم السريع دي، قوات الجنجويد بشكل صريح مباشر. وطبعا انتوا عرفتوا مين ولا ايه؟ وكل ده عشان ايه؟ ثروة حيوانية، أراضي زراعية، مناجم ذهب، وكله عايز ياكل من التورته. حسبي الله ونعم الوكيل. اتكلموا عن اخواتكم في الفاشر وادعوا لهم يخلصوا من الظلم والظالم الغاشم ده. الله غالب.